أحد الإخوة أرسل لي يقول: رأيتني أخبر إخوتي أن الأمير محمد بن سلمان أمر بذبح مئات الآلاف من الأغنام وأمر بتوزيعها بين الناس. قال: فقالت أختي حصة أنهم سيوزعونها كالضحايا أرباعا. هذه الرؤيا إن صدقت والله تعالى أعلم مبشرة وفيها خير كثير جدا. فالغنم كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آخر الزمان خير مال الرجل غنم يتتبع بها الجبال ومواقع القطر. وقال في الحديث كما في صحيح مسلم: خير مال الرجل قال السكينة في أهل الغنم. وكان عليه الصلاة والسلام يصلي في مرابض الغنم، فالغنم دائما فيها الهدوء والسكينة والرزق، ويذبح منها الإنسان ويأكل ويربي، وفيها الولد متعدد في السنة. فإن صدقت الرؤيا فيها ثلاثة أمور: الأمر الأول غنم من الغنم والغنيمة والنصر على الأعداء، فالرؤيا مبشرة إن شاء الله بانتصار. الأمر الثاني إن صدقت الرؤيا والله تعالى أعلم ذبح هذه الكمية بمئات الآلاف، مبشر بأن هناك خيرا قادم من هذا الرجل أو من ولاة الأمر لعامة الشعب. وتقسيمها أرباع قد يدل على حصص أو يدل على تعدد ذلك أو يدل على شيء متعلق بالرواتب، فالرؤيا مبشرة جدا جدا من هذه الناحية. كذلك إن صدقت الرؤيا والله تعالى أعلم ذبح هذه الكمية من الأغنام، جاء في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم في الحج ذبح 63 أظن من البدن البقر وبيده الشريفة صلى الله عليه وسلم. فيظهر لي أن ذبح هذه الكمية هي مناسبة وأمر فرح وتغيير كبير يكون نهاية. دائما إذا ذبحت هذه الكمية في العادة يكون هناك مناسبة كبيرة أو حدث كبير يغير مجرى البلاد، ولعله والله تعالى أعلم بشارة خير للناس. كذلك إن صدقت الرؤيا ذبح هذه الكمية الكبيرة من الأغنام هي زوال هم ودفع شر وحل ملفات وقضايا كون أنه يذبح تلك الكمية من الأغنام، والله تعالى أعلم.